أنا سالي، امرأة في الأربعين من عمري. أعيش في قرية صغيرة وسط الريف الهادئ. حياتنا هنا بسيطة، مليئة بالعمل، الزراعة وتربية الماشية. منذ طفولتي وأنا أساعد والدي في كل شيء، سواء في حقولنا أو مع الحيوانات. نمتلك بقرة وعجلين، وكانت البقرة حاملاً بآخر. كنا ننتظر مولودها الجديد بفارغ الصبر. الحياة في الريف كما يعرف الجميع فيها تعب ومشقة، لكن فيها بركة كبيرة. أي شيء تزرعه بيديك تشعر بقيمته الحقيقية. منذ 10 سنوات تقريباً، اشترى والدي أرضاً زراعية مساحتها فدان. وقتها كانت الأسعار معقولة. قرر أن يستثمر فيها لتكون مصدر دخل إضافي لنا. كنا نزرعها حسب الموسم، مرة برسيم للماشية ومرة محاصيل أخرى. في هذا العام زرعنا البرسيم، ومع تقدم والدي في السن أصبحت أنا المسؤولة عن معظم العمل، خصوصاً حش البرسيم وتقديمه للحيوانات. في أحد الأيام حوالي الساعة 8 صباحاً، كان الجو لطيفاً وهادئاً. نزلت إلى الأرض لأحش القليل من البرسيم كالمعتاد. المكان كان ساكناً، لا يقطعه سوى صوت الطيور ونسيم الهواء. وفجأة، وأنا منهمكة في عملي، شعرت بوجود شخص يقترب مني. رفعت رأسي، فإذا برجل يمشي بخطوات واثة نحوي. كان طويل القامة، قوي البنية، وملامحه مختلفة بعض الشيء عن الناس الذين اعتدت رؤيتهم في قريتنا. حضوره كان لافتاً ومثيراً للدهشة. جعلني أتساءل: من هذا؟ وماذا يفعل هنا؟ اقترب أكثر، ثم قال بهدوء: صباح الخير. صوته كان عادياً، لكن الموقف برمته كان مفاجئاً. رديت عليه بتحفظ، وسألته بحذر: خير، حضرتك عايز إيه؟ نظر إلي وقال: أنا كنت عايز أسأل عن الأرض دي، هي بتاعتكم؟ هنا شعرت بالارتياح بعض الشيء، لأن الموضوع بدا بسيطاً. أجبته: أيوة، دي أرضنا. ليه؟ قال: عندي شوية مواشي، وبدور على مكان أجره، حتى لو جزء صغير. المهم ألاقي مكان أزرع فيه علف ليهم. كلامه كان منطقياً، وجعلني أشعر أنه رجل بسيط يحاول كسب رزقه. لكن شيئاً غريباً كان يراودني. كان هناك إحساس داخلي بأن هذا اللقاء ليس مجرد صدفة. سألته من أين هو، فقال: إنه من القرية المجاورة. طلبت منه أن يعود في اليوم التالي في نفس الموعد بعد أن أتشاور مع والدي. وافق ومشى، لكن قبل أن يبتعد ألقى نظرة غريبة، نظرة جعلتني أفكر فيه طوال اليوم. ترقبوا الجزء الثاني. هل ستوافق الأسرة على طلبه، أم أن هناك أسراراً أخرى ستكشفها الليلة؟ عدت إلى المنزل وأنا مشغولة البال، أفكر في ذلك الرجل ونظرته الغريبة. لم أستطع التركيز في أي عمل. عندما حكيت لوالدي ما حدث، استغرب من إصراري على الموافقة. قال والدي: نحن لسنا بحاجة لتأجير الأرض، البرسيم يكفينا لماشيتنا. لكن شيئاً بداخلي كان يدفعني للتمسك بالفكرة. اقترحت عليه أن نؤجر جزءاً صغيراً فقط، ليس الفدان كله. الفلوس الإضافية قد تفيدنا. نظر إلي والدي طويلاً، وكأنه يحاول فهم سبب إصراري. اعترفت له بأنني لا أملك سبباً واضحاً، لكنني شعرت أن هذا الرجل محتاج، وقد تكون هذه فرصة خير لنا. تنهد والدي ووعد بأن يفكر في الأمر. تلك الليلة لم أنم جيداً. استمرت صورته تراودني، نظراته، طريقة كلامه، كل شيء فيه بدا غامضاً. في الصباح التالي نهضت قبل موعد المعتاد وذهبت إلى الأرض. كنت أتمنى أن أراه مجدداً. بينما كنت أحش البرسيم، سمعت خطوات خفيفة تقترب. كان هو. جاء كما وعد، بنفس الهدوء والثقة. سألني إن كنت قد تحدثت مع والدي. أخبرته أنه وافق على تأجير جزء صغير فقط. ارتسمت الفرحة على وجهه، لكنني أوضحت له أن أي اتفاق يجب أن يكون رسمياً وبحضور والدي.
وافق فوراً. سألته عن اسمه فقال: محمود. اسم بسيط، لكن صاحبه لم يكن عادياً. اتفقنا على أن يأتي في المساء لمقابلة والدي وإتمام الاتفاق. قبل أن يغادر وقف لحظة وقال: على فكرة، أنا مبسوط إني جيت هنا. نبرة صوته جعلت الجملة تحمل معنى أعمق. عدت إلى البيت وأنا أشعر بمزيج من الفضول والقلق. في المساء وبعد أذان المغرب جاء محمود، جلس معنا، وبدأ والدي يسأله أسئلة كثيرة. أين يسكن بالتحديد؟ كم عنده من المواشي؟ هل يعرفه أحد في البلد؟ كانت أسئلة محقة، لكنها زادت توترها. ثم حدث شيء غريب. سأله والدي فجأة: أنت جيت الأرض امبارح، الساعة كام؟ أجاب محمود: بدري، حوالي 8. نظر إليه والدي ثم قال: غريبة، أنا كنت ماشي من هناك قبل 9 وما شفتش حد. سكت محمود لحظة ثم ابتسم: يمكن كنت في ناحية تانية، أو يمكن حضرتك ما لفتش نظرك. انتهى اللقاء باتفاق مبدئي، لكن والدي قال لي بعد أن غادر محمود: خلي بالك منه، أنا مش مرتاح له. ترقبوا الجزء الثالث. ماذا سترى سالي في الليل؟ ومن يتحرك في أرضهم تحت جنح الظلام؟ كلمات والدي كانت كالصاعقة. أنا مش مرتاح له. ذهبت إلى غرفتي وأنا أحاول إقناع نفسي بأن كل شيء على ما يرام، لكن الحقيقة كانت تؤرقني. في الليل بينما كنت أحاول النوم، سمعت صوتاً غريباً قادماً من اتجاه الأرض. كان يشبه حركة خفيفة أو خطوات أحدهم يمشي بحذر. نهضت من فراشي ونظرت من النافذة. في البداية لم أرى سوى الظلام الدامس، لكن بعد لحظات لاحظت حركة خفيفة وسط حقل البرسيم. كان هناك شخص ما هناك في ساعة متأخرة من الليل. ارتديت ملابسي بسرعة وخرجت بهدوء دون أن أستيقظ والدي. كان الفضول أقوى من خوفي. الطريق إلى الأرض كان مظلماً وموحشاً. صوت خطواتي كان عالياً في السكون. كلما اقتربت أصبح الصوت أكثر وضوحاً. توقفت فجأة وتلاشى الصوت أيضاً. ساد صمت ثقيل. أخذت نفساً عميقاً وهمست: في حد هنا؟ لم يجبني أحد، لكن بعد ثوان سمعت صوتاً قادماً من خلفي: أنت بتعملي إيه هنا؟ استدرت بسرعة فإذا بمحمود يقف خلفي مباشرة. لم أسمع خطواته، لم أشعر بقربه، بدا وكأنه خرج من العدم. ارتعدت وقلت: أنا اللي أسأل، أنت بتعمل إيه هنا في الوقت ده؟ رد بهدوء مخيف: نفس سؤالي ليكي. حاولت أن أتماسك. سمعت صوت، جيت أشوف فيه إيه. ابتسم ابتسامة خفيفة وقال: الأرض دي فيها حياة بالليل، مش بس بالنهار. سألته بقلق: تقصد إيه؟ نظر حوله ثم قال: في حاجات كتير الناس ما بتشوفهاش غير لما تدور عليها. بدأ الخوف يتملك مني. أخبرته أنني سأعود إلى المنزل. قبل أن أغادر سألته: أنت كنت هنا من إمتى؟ أجاب بسرعة: من شوية. لكن الرد كان غير مقنع. أنا رأيته من النافذة قبل أن أنزل، وكان في الأرض قبلي بوقت. إذن لماذا قال من شوية؟ عدت إلى البيت مسرعة، وأنا على يقين بأن هناك شيئاً مريباً يحدث. في صباح اليوم التالي ذهبت إلى الأرض لأتفقدها. وجدت آثار أقدام كثيرة في أرض البرسيم، أكثر من شخص واحد. من هم الآخرون؟ وماذا كانوا يفعلون هناك؟ ترقبوا الجزء الرابع، المواجهة الأولى والكشف عن النوايا الحقيقية. أخبرت والدي بكل ما رأيته. تغير لون وجهه وقال بحزم: لازم نوقف الموضوع ده فوراً. لكن قبل أن نتخذ أي قرار جاء محمود إلينا مرة أخرى. هذه المرة لم يكن هادئاً كما كان من قبل. بدا عليه التوتر، وكانت عيناه تتحسسان المكان بقلق. قال إنه جاء ليطمئن بشأن بدء الاتفاق. رد والدي بحدة: قبل أي اتفاق في حاجات لازم نفهمها. أنت كنت في الأرض امبارح بالليل، صح؟ اعترف محمود بذلك. سأله والدي إن كان بمفرده. صمت محمود للحظات ثم قال: لا،
مش لوحدي. كانت هذه هي اللحظة التي تغير فيها كل شيء. قلب شعرت به يتسارع. سأل والدي بغضب: مين كان معاك؟ تنهد محمود وقال: بصراحة أنا كنت جاي أشوف الأرض، مش بس عشان أيجرها. في ناس معايا، كنا بدور على مكان مناسب نشتغل فيه. صرخ والدي: اشتغلت إيه؟ حاول محمود تهدئة الأجواء: شغل بسيط، تربية مواشي بشكل أكبر، مشروع كبير. تدخلت وسألته: طب ليه تيجوا بالليل؟ وليه من غير ما تقولوا؟ قال: إنهم كانوا يعاينون المكان فقط، لكني تذكرت كل تلك الآثار الكثيرة في الأرض. أدركت أنها كانت أكثر من مجرد معاينة. وقف والدي وأعلن رفضه القاطع لتأجير الأرض. عندها تغيرت نبرة محمود تماماً. قال ببرود: دي راحتكم. ثم أضاف جملة أرعبني: بس في حاجات لما بتبدأ مش بتقف بسهولة. مشى وتركنا في صمت ثقيل. نظرت إلى والدي وقلت: هو يقصد إيه؟ قال: مش عارف، بس واضح إن الموضوع مش بسيط. قررنا عدم الذهاب إلى الأرض تلك الليلة خوفاً من أي مواجهة، لكن الأصوات عادت، بل أصبحت أكثر وضوحاً. كان هناك نشاط مكثف يحدث في أرضنا. في الصباح ذهبنا لنرى. وجدنا جزءاً من الأرض قد تغير تماماً. كانت هناك حفريات خفيفة وأشياء قد نقلت من أماكنها. لم يكن أحد قد دخل الأرض فقط، بل بدأ باستخدامها بالفعل. صرخت: إزاي ده حصل؟ قال والدي بغضب: واضح إنهم مش ناويين يمشوا بسهولة، إحنا لازم نتصرف. ترقبوا الجزء الخامس: المواجهة الحاسمة. ولماذا نظر إليها محمود بتلك النظرة الأخيرة؟ بعد أن تأكدنا من أن محمود وفريقه بدأوا في استخدام أراضينا دون إذن، أدركنا أننا بحاجة إلى مساعدة. لم نكن نرغب في مواجهة وحدنا. ذهب والدي إلى أحد كبار العائلة في البلد، رجل معروف بحكمته وكلمته المسموعة. حكينا له كل شيء بالتفصيل، من أول لقاء مع محمود إلى آخر حادثة في الأرض. استمع الرجل باهتمام، ثم قال: اللي بيحصل ده ما ينفعش يتسكت عليه، لازم نواجههم، ولكن بعقل وحكمة. اتخذنا قراراً بالذهاب إلى الأرض في صباح اليوم التالي، ليس وحدنا، بل برفقة الرجل الحكيم واثنين من رجال القرية. في صباح اليوم التالي ذهبنا إلى الأرض، لكننا لم نجد محموداً بمفرده. كان هناك 3 رجال آخرين معه، واقفين في أرضنا وكأنهم أصحاب المكان. كان المشهد صادماً حقاً. تقدم والدي وصاح بصوت عال: انتوا بتعملوا ايه هنا؟ التفت محمود إلينا. هذه المرة اختفت الابتسامة والهدوء تماماً من وجهه. كان واضحاً أنه ليس مستعداً للتراجع. قال ببساطة: إحنا بنشتغل. رد والدي بغضب: تشتغلوا في أرض مين؟ تدخل أحد الرجال الآخرين بوقاحة: الأرض دي فاضية وإحنا أولى بيها طالما ما فيش حد بيستغلها. لم أتمالك نفسي وقلت: دي أرضنا وإحنا اللي بنزرعها. رفع محمود يده وكأنه يطلب الهدوء، ثم قال: خلينا نتكلم بهدوء. إحنا عرضنا عليكم الإيجار وإنتوا رفضتوا. الأرض واسعة وممكن نشتغل فيها كلنا مع بعض. لكن والدي كان حازماً: مفيش أي شغل هنا من غير إذننا، واللي حصل ده غلط، ولو ما مشيتوش دلوقتي الموضوع هيكبر. هنا تدخل الرجل الحكيم الذي كان معنا. قال بصوت هادئ لكنه حازم: يا جماعة، البلد ليها نظامها، اللي بيحصل ده مش مقبول. لو في حق حد يبقى بالقانون. تغيرت ملامح محمود. نظر حوله ثم نظر إلي بنظرة غريبة. كانت نفس النظرة التي رآني بها في أول لقاء، لكن هذه المرة قفز قلبي من الخوف ليس من الفضول. قال لي بصوت خافت: انت كنت ممكن تختاري طريق أسهل بكتير، بس انت اخترتي ده. ثم التفت إلى رجاله وأشار لهم بالانصراف. مشوا وغادروا الأرض، تاركين وراءهم أسئلة أكثر من الإجابات. ما الذي كان يعنيه محمود بالطريق الأسهل؟
وهل كان يهددني أم ماذا؟ ترقبوا الجزء الخاتمي. ماذا حدث بعد رحيلهم؟ وما هو الدرس الذي تعلمته سالي؟ بعد أن غادر محمود ورجاله، وقفنا جميعاً صامتين لعدة دقائق. كان الهواء لا يزال مشحوناً بالتوتر. بدأنا في تنظيف الأرض وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه قدر الإمكان. أزلنا آثار الحفر وعدنا للبرسيم المتناثر. كانت مهمة شاقة، لكنها كانت ضرورية لاستعادة شعورنا بالسيطرة على ممتلكاتنا. مرت الأيام، وعادت الحياة في قريتنا تدريجياً إلى طبيعتها الهادئة. لم نر محموداً مرة أخرى، ولا أياً من رجاله. اختفوا كما ظهروا فجأة، وكأنهم كانوا مجرد كابوس مرعب. توقفنا عن التفكير فيهم، وركزنا على عملنا اليومي في الأرض ومع الماشية. البقرة أنجبت عجلاً جميلاً بعد أسابيع قليلة. كان المولود الجديد مصدر فرح كبير لنا جميعاً. في تلك اللحظة، وأنا أنظر إلى العجل الصغير وهو يحاول الوقوف على أرجله، شعرت بقيمة الحياة والسعادة البسيطة. كم كانت رحلتنا مع محمود قريبة من تدمير هذا السلام. تجربتي مع محمود علمتني درساً لن أنساه أبداً. تعلمت أنه ليس كل من يظهر في حياتنا بنوايا واضحة وبسيطة يكون صادقاً. في بعض الأحيان تأتي التهديدات من حيث لا نتوقع، بأبسط الأشكال وأكثرها براءة. نظرة عابرة أو طلب بسيط قد يكون بداية لشيء أكبر بكثير. الأهم من ذلك، تعلمت أن أثمن ما نملكه ليس المال أو حتى الأرض، ولكن السلام الداخلي والثقة في من حولنا. كانت شجاعة والدي وحكمته ودعم أهل قريتنا هي ما أنقذنا من كارثة محتملة. بدونهم ربما كنا قد فقدنا أكثر من مجرد أرض. والسؤال الذي ما زال يراودني حتى اليوم: لو كنا وافقنا من البداية، لو قلنا نعم لتأجير الأرض دون تردد، ماذا كان سيحدث بعد ذلك؟ هل كان محمود سيحترم الاتفاق؟ أم أنه كان سيستغل ثقتنا ويتحكم بنا وبأرضنا شيئاً فشيئاً؟ لا أعتقد أنني سأعرف الإجابة أبداً، لكنني متأكدة من شيء واحد: الثقة الزائدة قد تكون أحياناً أكثر خطورة من الخوف. النهاية. لكن هل تتوقف القصص هنا؟ أم أن هناك دائماً بدايات جديدة في هذا الريف الهادئ؟